بنشوف كتير عائلات لما بيبقى عندها طفل عنده مشكلة في الاضطرابات النفسية أو السلوكية، بتبقى خايفة إنها توديه علشان الاستشارات الطبية. ليه بتبقى خايفة؟ دايما أكتر حاجة بتخوف العائلات العلاج الدوائي، إنه في مفهوم إن الدكاترة لازم تدي علاجات دوائية علشان العلاج، وده مش صح خالص. إحنا عندنا وسائل علاج تانية كتير غير العلاج الدوائي، في منها العلاج السلوكي، في منها العلاج المعرفي اللي هو CBT، اللي قصده ان انا اغير طريقه تفكير عند الطفل، في منها ان انا اعلمه مهارات زي المهارات الاجتماعيه، السوشيال سكيلز تريننج، او ان انا اعلمه حاجات كتير زي التايم مانجمنت سكيلز او مهارات اداره الوقت، مثلا في الاطفال اللي عندها فرط حركه وتشتت انتباه، لان بيبقى عندهم مشكله في القصه دي. في ان انا اعالجه باللعب، في حاجه اسمها البلاي ثيرابي، في ان انا اعالجه بالفن بالارت، في حاجه اسمها ارت ثيرابي. فاحنا في عندنا وسائل كتير قوي للعلاج عند الاطفال قبل ما نبتدي بالدواء. وعاده الاطفال بنبتدي لهم بالعلاجات السلوكيه الاول قبل العلاجات الدوائيه، الا اذا كان مشكله الطفل عامله له مشكله قويه جدا في حياته، فرط حركه زياده قوي مش قادرين نتعامل معاه، عدوانيه زياده جدا مش قادرين نتعامل معاها، هروب من المدرسه مش عارفين نتعامل معاه. في الحاله دي بيبقى محتاجه ان انا ادي الطفل ادويه علشان نقدر نسيطر على السلوكيات دي. طيب هي ايه الادويه اللي بنقدر نستعملها للاطفال؟ هل كل الادويه بنستعملها للاطفال؟ لا، ده مش حقيقي. في أدوية مخصصة للأطفال وبتبقى معتمدة من الهيئات الدولية والجايد لاينز والمنظمات العالمية للعلاج الطب النفسي للأطفال، علشان أقدر أدي أنواع معينة من الأدوية بجرعات معينة من الأدوية تماما بتبقى آمنة على الطفل، وأقدر أديها كمان لفترات طويلة، ما هياش بس لفترة قصيرة، وبتبقى آمنة جدا على الطفل من غير ما تسبب له أي مشاكل لا دلوقتي ولا مستقبلا. لان السؤال ده كتير قوي بنسأله من الامهات، هو الدواء ده يا دكتوره ممكن على المدى البعيد يعمل له مشكله؟ الادويه بتاعتنا لو فيها اعراض جانبيه بتظهر لما بنبتدي نديها، وبنقول للاهل وبننبههم ايه نوعيه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تظهر، ولو ظهرت نقدر نتعامل معاها ازاي. تاكدي انه لو الطبيب نصح بعلاج دوائي، ده بيبقى لان العلاج الدوائي مهم جدا في المرحله دي. احنا كمان صحه ولادكم مهمه جدا بالنسبه لنا، وزي ما هي مهمه بالنسبه لكم لازم نحافظ عليها احنا كاطباء، زي ما انتوا لازم تحافظوا عليها، لان صحه ولادنا النفسيه نعمه ولازم نحافظ عليها.